السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم فكرة أو شكل جديد لفانوس رمضان. طبعا الأولاد خلصوا الامتحانات وعندنا الكتب بقى اللي مش عايزينها تاني، فاحنا ممكن نستغلها إن احنا نعمل بيها الفوانيس دي. ممكن نعمل كذا حجم بقى، حجم صغير أو حجم كبير، ونعلقهم بقى في قدام مدخل البيت. بيدوا شكل جميل قوي، أحلى من الزينة كمان العادية. شايفين شكله عامل إزاي؟ جميل جدا وشكله حلو وما كلفنيش اي حاجه خالص. انا عندي ممكن استخدم الورق اللي هو الكتب العاديه كده، يعني ممكن ده انا عاملاه اهو بورق كتاب، وممكن ورق مجلات. طيب هنعمل فيه ايه؟ بسيطه جدا، مش هحتاج عندي غير مقص. هعمل ايه؟ حاجه انا احط الورق على بعضه كده، اقطع الكتاب، يعني الكتاب بيبقى مفتوح عندي او المجله عندي بتبقى بالشكل ده. انا هاجي اقصها من هنا كده، وبعدين احطهم على بعض كده بالشكل ده، وهاجي هنا وادبسهم من النص. يعني انا جيت من النص هنا ودبستهم كده. شفت النص بتاع الصفحه فين ودبستهم. طيب لو ما عندكيش دباسه كبيره انا هقولك تعملي ايه زي ما انا عملت كده. انا دلوقتي الدباسه هنا لا جيت ادخل هنا مش جايبه للاخر. عملت ايه؟ بتتني بالراحه كده، بس كده حاجه بسيطه خالص. تتني كده وبعدين تدخلي الدباسه وتدبسي عندك بكل بساطه. خلاص كده دبسناها. طيب نعمل ايه بقى؟ هنيجي بس هنا فوق في النص هنا نتنيها مطرح ما احنا دبسنا كده، نتنيها اتنين على بعض، ونيجي هنا نعمل ايه؟ فتحه هنا. لو انت عندك خرامه هتسهل عليك ان انت تعملي خرم عشان هنعلق منه. لو ما عندكيش خرامه مفيش حاجه خالص، بالمقص كده واعملي فتحه بس كده. عشان ايه؟ عشان نحط فيها الخيط بتاعنا اللي هنعلقه منها. انا كده عملت اهو خرم كده، الخرم اتخرم اهو. لو انت عندك خرامه هيسهل عليكي قوي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ دي بس عشان اعمل عليها. هنيجي هنا نجيب المسطره بتاعتي. هعمل بعد كده ايه؟ هاجي هنا، شايفين؟ هتني هنا من عند النص كده، اتنيها كده، جاب لي ايه لحد هنا كده. واروح جايه بالمسطره. كنت لو عندك قطر مثلا، او ممكن بالقص على طول، او تحدديها بقلم او بسكينه اي حاجه، وتروحي مش هنقطع من النص، هنسيب حته صغيره كده، وبعدين نيجي من عندها كده ونحدد. ماشي؟ ومن الناحيه التانيه نفس النظام قصادها. الناحيه التانيه هنعمل نفس الشيء، بس زي ما قلنا ايه، مش هنجيبها للاخر. يعني هنيجي لحد هنا كده ونقف، ونعمل اللي تحت نفس الشيء ليها برضو كده اهو. ونيجي هنا نحدد عشان ده هنقصه. هنا نفس الشيء برضو اهو، يبقى نحدد كده. احلى حاجه ان هي مش مكلفه خالص، وعندنا طبعا كلنا ورق قديم. هنيجي بقى نقص اللي احنا ايه حددنا ده، نقص مع بعض كده. كده هنيجي نعمل ايه بقى؟ نروح تانيين دي زي ما كنا تانيينها كده، تمام. وهنيجي اللي بعدها نعملها كده، ندخلها جوه كده، واللي بعدها نفس النظام كده. طبعا هي بالورق الكتب كويس كل حاجه، بس انا حبيت اعملها لكم بالمجله عشان هيبقى تدي منظر كده، شكلها هيبقى ملون عشان فيه الوان اكتر، فهتدي شكل جميل قوي. حبيت اوريكم دي، حبيت اوريكم دي. شايفين ابتدت تتشكل عندي اهي. قبل بقى انا ايه ما اكمل الكميه كلها، عشان بس اعرف ادخل الشريط اللي عندي، هدخل بقى الايه الشريط اللي عندي كده بالشكل ده في الخرم اللي انا عملته اهو، عشان ده اللي هعلق منه او اللي همسك منه. فادخل
هدخله الاول كده وابتدي اربطه معايا اهو، عشان لما اكمل الورق كله الخرم ده مش هيبقى باين معايا اللي انا الفتحه اللي انا عملتها دي. فانا ايه اعمل الخيط من الاول. زي ما انتم شايفين ابتدى يتشكل معايا اهو كده. انا خلصت من فوق. هنبتدي بقى نعمل ايه الجزء اللي تحت ده. هنعمله بنفس الطريقه دي كده الاول، وبعدين هندخل دي جوه كده. زي ما عملنا فوق هنعمل تحت اهو. نكمل كده بنفس الشكل جوه. شايفين يتشكل عندي. هكملها بقى كلها بنفس الطريقه دي وارجع لكم تاني اهو. زي ما انتم شايفين ابتدى اهوت كده. عملت الجزء اللي فوق وعملت النص. الجزء اللي تحت ده هنعمله بنفس الطريقه، بس الطريقه اللي انا عملت بيها فوق هاجي كده واحده عاملاها بالشكل ده كده. بس نحاول برضو ايه ما نضغطش عليها قوي عشان تديني نفس الشكل الايه الجميل اللي فوق ده اهو. نعمل كده اهو وندخلها كده وهكذا، ونكمل كل الورق بنفس الطريقه. شايفين بقى الورق الملون ادى شكل جميل ازاي. اهو بسيطه خالص، سهله الطريقه ما فيهاش اي حاجه اهو كده. اهو يتعمل هيديني الشكل ده. هكمله بقى كله واوريكم الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. دي العلاقه اللي عملناها هي في الاول عشان نعلق منها او نمسك منها. هكمله بقى وارجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصته. شايفين شكله جميل جدا. اهو شايفين شكله جميل عامل ازاي. لو علقنا بقى شايفين شكله بيبقى من تحت عامل ازاي اهو. يعني لو انت علقتيه ولا حاجه يبقى شكله شيك جدا. وده كان فيديو النهارده طريقه عمل فانوس رمضان من ورق المجلات او ورق الكتب. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، الفكره تكون بسيطه ونالت اعجابكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وتدعموني على قناتي التانية. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف عشان هقدم لكم ان شاء الله عليها وصفات للجمال وحاجات للبشره وحاجات جميله قوي كل ما يخص المراه في بيتها وجمالها واولادها ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.